والآخر يأكل الربا من سنوات والملك يمهله فينسى، والرابع يزني بزوجة جاره أو صاحبه والملك يسترها ويستره فتنسى وينسى ويتصور أن الذنب هين على الله، وأن الله لا يغار، وأن الله لا يغضب، فيتمادى المسكين في الذنب ويفعل الذنب بعد الذنب في الخلوة، ثم بعد ذلك يصل به الأمر من الجراءة على الله عز وجل وقلة الحياء من سيده ومولاه جل جلاله إلى ارتكاب نفس المعاصي والذنوب في الجلوة، فلا يستحيي ولا يتورع بعد ذلك أن يجهر بذنبه ومعصيته، فيبرز من الخلوة إلى الجلوة: يا فلان تعالى، يا فلان، يا فلان، ثم يقول بأنه قد زنى بفلانة بالأمس، وقد شاهد الفيلم الإباحي القذر الفلانية بالأمس، ثم يبدأ يدل الآخرين على الذنب وييسر للآخرين فعل الذنب. يا الله، اسمع ماذا قال النبي في حق هذا الصنف الخبيث المخذول المهان في الدنيا والآخرة إن لم يتدارك ويتعجل بالتوبة إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل أمتي معافى إلا، يا رب سلم، إلا مين؟ إلا مين؟ إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، أي ذنبا من الذنوب أو معصية من المعاصي، يبيت يستره ربه، ثم يصبح فيقول: يا فلان، يا فلان، إني عملت البارحة كذا وكذا. يبيت يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه. ده مخذول. وأظنكم تعلمون يقينا أن هذا الصنف قد كثر، الصنف الذي يتباهى بالمعصية، الصنف الذي يردد المعصية والذنب. أنا عملت كذا وكذا، بطولة، رجولة، بطولة جوفاء ورجولة كذابة، فلا يستحي بعد ذلك لجرأته. اسمع لما أقول وانتبه له: لجرأته على الله بسبب فساد قلبه بسبب الذنب والمعصية. فمن أخطر آثار الذنوب والمعاصي أنها تفسد القلوب وتقطع سير القلب للرب. يا والله لو تدبرت هذا لفزع قلبك. الذنوب تقطع سير القلب للرب، تقطع الذنوب سير القلب للرب، فأنت تسير إلى الله بالقلب لا بالبدن. قال شيخ ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار الحبيب يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالعبد إذا انقطع قلبه عن ربه أقبلت سحائب البلاء والشرور عليه من كل ناحية، فيصبح كالأعمى
الذي يتخبط في حنادس الظلام، والقلب إن أشرق بنور الإيمان أقبلت وفود الخيرات والبركات والرحمات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحب هذا القلب المشرق بنور الإيمان من طاعة إلى طاعة، ومن حسنة إلى حسنة، ومن فضل إلى فضل، حتى يسعد بالنظر إلى من تفضل عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.